ملعب العلوفي. مايسترو في منتصف الملعب، الفريق يعول عليه كثيرا، الارتقاء والإبعاد. الكرة ملعوبة، يا سلام هلالي، نسيم، نعم هو نسيم صاحب التخصص الجميل الذي كنت أتحدث عليه قبل لحظات. نسيم يسجد لله شكرا خلال هذه اللحظات. يا سلام يا نسيم، كرة غالطتنا وغالطت حارس المرمى وسكن. لعب هذه المباراة بروح عالية، مختلف تماما عن المباريات السابقة. علقت له أمام شباب البيضاء وأيضا أمام العروبة. اليوم بروح قتالية مختلفة تماما. الاتحاد من أجل أول البدايات، الكرة ملعوبة، مستحيل. الله 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 الله، يا سلام يا سلام يا سلام. يعودون من بعيد، أبناء الوادي يأتون من بعيد، من حضرموت، من أجل الجماهير، من أجل الوفاء، من أجل الانتماء. نعم يعودون بالهدف الأول، بهدف التعديل. مباراة واعدة، هذه هي القمة وهذه الهدف. نعم هذا هو الهدف والتصويب. عبود قريصة، خلاص عبود قريصة نعم أمام المرمى. هكذا هي الصورة وهكذا هي الحكاية هنا في ملعب العلوفي. شوط ثاني سيكون جميل جدا. الجماهير في المدرجات توقعت فوز فريق الهلال، لكن كرة القدم لها متغيرات كثيرة ولها سيناريوهات عجيبة عزيزي المشاهد، لها سيناريوهات عجيبة وغريبة بإمكانه. أي جنون يا الاتحاد، أي جنون يا الاتحاد. الاتحادية يعودون من جديد، يقلبون الطاولة. نعم هكذا هم رجال الاتحاد وهكذا هي عناصر الاتحاد. هدف جميل في الدقائق الأولى من زمن شوط المباراة الثانية. يا سلام على الاتحاد، يا سلام على أبناء الوادي، أبناء حضرموت القادمين من أرض النخيل. اليوم هنا يفعلون مفاجآت عديدة على أرضية ملعب العلوفي. يا سلام على الرأسية الجميلة، يا سلام على الرأسية الجميلة جدا. نعم ركنية جميلة جدا. الرقم 19 إذن فهد الفقيه صاحب الهدف الجميل، لاعب المنتخبات الوطنية، اللاعب الجميل جدا. يسجدون لله شكرا هنا لاعبي. حارس مميز، لكن الواقع الكروي مختلف تماما اليوم. الكرة ملعوبة في منتصف الملعب، عادت بعد ذلك اتحادية، تصويب